أهلا بكم. نفى مصدر من وزارة التربية الوطنية ما يتم تداوله عبر مجموعات الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستجدات استدراك الزمن الضائع بسبب الإضرار، التي تتضمن إلغاء العطل البينية الثلاث المبرمجة خلال هذه السنة، وإلغاء الأسبوع الخامس من كل وحدة المخصص للدعم، وتنزيل الدعم المبرمج في الأسبوع الخامس من الوحدة خارج أوقات العمل أو خلال أيام الأحد إذا لزم الأمر. وأكد المتحدث أنه لم يتم الحسم إلى حد الساعة في سيناريوهات تدارك الزمن الضائع، وأن الإعلان عن برنامج الوزارة سيتم خلال الأسبوع الحالي. وتتداول مجموعات عبر واتساب معلومة مفادها أن الوزارة حسمت في تحديد السنة الدراسية بالنسبة للسلك الثانوي والإعدادي إلى غاية 15 يوليوز 2024، وتمديد السنة الدراسية بالنسبة للسلك ابتدائي إلى غاية 30 يوليوز 2024، وأنها تنوي تقييم عمل الأستاذ من خلال مراجعة نقط المراقبة المستمرة ونسب نجاح التلاميذ خلال نهاية السنة الدراسية. يأتي هذا في وقت تستمر فيه احتجاجات عدد من التنسيقات على الرغم من اتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية. وفي الوقت الحالي وزارة التربية الوطنية تدرس سبل استعادة زمن التعلم من قبل لجان خاصة بناء على المقترحات المقدمة، مشيرا إلى أن الزمن الضائع يصل إلى 47 يوما فعليا، خاصة أن نهاية الأسدس الأول اقتربت.